يقول لك ايه؟ مزق دفاترك القديمة كلها واكتب اليوم للكبدة شعرا مثلها، لازدج بعد اليوم يفرض خوفه فاكتب سلام الكبدة وأهلها. أحلى كبدة يوسف صابر كبدة. يا عم صابر، أنا كنت في حتة بعيدة أوي أوي عن هنا، وأول ما عرفت إنك هنا كهربا مسكتني وجابتني لحد هنا. اللي صلح النبي بياكل كبدة بياكل منها. اخويا كاسك منور الدنيا. يقول لك ايه؟ اللي عنده كبده حلوه زينا نقدر نقول له يا عمنا احلى كبده هنا. مزق دفاترك القديمه كلها واكتب اليوم للكبده شعرا مثلها، لا ظلم بعد يفرض لا ازدج بعد اليوم يفرض طعمه فاكتب سلام الكبده وطعمها. استنى كل يوم في رمضان باذن الله من الساعه 9 لغايه قبل الفجر. اللي طلع على النبي ياكل منها. مش هتسمعهم شعر الام؟ لا شعر الام. امي 3 حروف سالين والمعنى مش كافي. الف اخلاص وميم مأوى والياء ياقوت صافي. نشيل الست فوق على الراس عشان الست دي امي يا واخده لقلبي بالجمله وتشهد كل اوصافي. بحبك ليه؟ هقول لك ليه. بقى عمرك على عيالك ولسه بتوهبي تاني، ولو لحظه بغيب عنك مفيش ولا مره تنساني. صلي عليه. اللي صلي على النبي ياكل منها. احلى كبده. تعرفهم العنوان؟ العنوان شارع الرشاح. كل يوم من الساعة 9 في شهر رمضان بإذن الله لغاية الساعة 5 الفجر. أحلى كبدة هنا. اللي يصلي على النبي ياكل منها. عشان يشتغلوا بعد الفجر يعني؟ لا بعد الفجر لا. نروحوا ناكلوا احنا بره. نص كيلو. بص يا يوسف. هنا عم محمود. فين ده معلم؟ اللي صلى على النبي ياكل منها.